أثق أنك لن تصدق أحداث قصتي هذه، وهذا لن يمنعني من سردها كلمة وراء أخرى. ربما تناثرت المخاوف المتعلقة في قلبي. أنا آلاء، 25 عام. جامعية التخرج كانت صدمة الأولى والكبرى في حياتي، ألا وهي خيانة حبيبي لي في بداية سنوات الجامعية. لذا تغيرت نظرتي تجاه كل الرجال، ووجدت أن معرفة رجل واحد يساوى معرفة كافة الرجال، تماما كتحليل عينة دم واحدة تستطيع أن تتعرف من خلالها على كل قطرة دم أخرى متواجدة بالجسم، علاوة على بغض من فكره الزواج بالرغم من عدد العرسان اللذين طرقوا بابي واللذين فاقوا عدد الشحاذين اللذين يطرقون بابك بشهر رمضان. ورأيت أن كل بنت ارتضيت بالجواز هي ذاتها عصفورة تركت حريتها وفضاءها الشاسع من أجل الدخول في قفص حديدي، أو كسيدة أعمال غبية باعت سيارة آخر موديل من أجل شراء حمار يجر عربة كارو. وبالرغم من ذلك كنت أحرص دوما على الاهتمام بمظهري وأناقتي، لذا كانت مرايا غرفتي هي أكثر ما شاهدتنا وشاهدتها حتى أتطلع إلى مفاتني كما يتطلع الفلاح إلى ثماره الناضجة حريصا بألن يقترب أو أن يلمسها أحد. ثم حلت ليلة شتوية كئيبة، كانت البيوت تستحم فيها تحت زخات مطر الظلام وصوت الرياح مثل يد عفريت يدق فوق النوافذ والأبواب. لذا سحبت الغطاء فوق جسدي كنجمة بتلك الليلة سحبت فوقها رداء أسودا من السحب. في هذه الليلة كنت أستمع إلى أنفاس حارة تتسلل إلى أذاني، ولكن لم أبالي بهذا، فحتما هو صوت أنفاس أبي أو أمي يخترق الجدران بهذا الوقت المتأخر، حيث استقبل النوم في مملكته كضيفة ليست كريمة. فقد حلمت بشخص يرتدي بذلة سوداء وسيما إلى حد كبير، وعندما اقترب مني شاهدت عينيه قد تعيرت للون الأحمر، ثم وضع يده فجأة فوق فمي، وابتسم ابتسامة هادئة واثقة بدت من خلالها أسنانه مثل كتل الطين، بينما كان يهمس قائلا: متخافيش متخافيش. أخذ هذا المخلوق يمزق ملابسي بينما أتقلب أنا فوق الفراش كسمكة تتقلب فوق صفيح ساخن دون صوت أو أدنى قوة تمكني من الخلاص، حيث جذبني إلى صدره عارية تماما لأجد نفسي فوق سريري، بينما زخات المطر ما زالت ترن فوق نافذة غرفتي مختلطة بصوت الرعد الذي بدا كموسيقى تصويرية مرعبة لهذا الكابوس الذي فاق أفلام الرعب ذاتها. وفجأة تسمرت مكاني، فقد لاحظت بالفعل علامات حمراء فوق أكتافي تتوارى خلف شعري المنعكش، ولكن تبقى الكارثة هي ثيابي التي رأيتها ممزقة وكأني كنت أقاوم محاولة اغتصاب بالفعل تمت منذ قليل فوق هذا الفراش ووسط هذه الغرفة. وبالطبع عندما أخبرت أمي بالصباح كان من البديهي أن تعلق قائلة: ده أكيد حد عاملك عمل يا أخت علشان يكرهك في الجواز، وهل شفتيه ده الجن إلى بقاله سنين عمال ينفذ في السحر، ولازم بقى نروح لأي شيخ أو حتى دجال. حتما كانت خزعبلات تفوهت بها أمي، فأنا لا أؤمن أبدا بهذه الأمور كما لا يؤمن المسلم بعبادة الأصنام، ولكن الحيرة في عدم وجود أي تفسير لتمزيق ملابسي، وهذه الصورة التي وجدت نفسي عليها فور إفاقتي من ذلك الكابوس اللعين. لذا بقي الليل يمر علي ثقيلا كما يمر على العاشقين والخائفين أمثالي، وباتت عقارب الساعة وكأنها تدور للخلف ليتأخر صياح الديوك والطرقات المطمئنة لأقدام المارة على الطرق، وبقيت هكذا كثيرا. وحينما يغلبني النوم ليلا فقد أستند بظهري فوق الجدار، وأغمض عيني واقفة كالخيول تماما، ولا يستوى جسدا فوق الفراش إلا بعد أن تموت الليلة ويعلن الكون عن ميلاد يوم جديد. لذا كانت فرحة بزيارة أخت عفاف المتزوجة فرحة فاقت فرحة طفل صغير بليلة العيد، والطفل لا ينام بتلك الليلة بينما نمت أنا مسترخية بين أحضان.